يا جماعه حاجه هقول لكم عليها، انا مقتنعه ان هي حاجه طبيعيه جدا، وعمري مقتنعه ان هي حاجه مش طبيعيه تماما. لو سمحتي ما تقولهمش عشان ما يتريقوش. لا استنى بس، لما باجي عايزه اعطس والعطسه واقفه هنا، بالذات لو عندي برد ايه العطسه واقفه هنا؟ يعني عايزه اعطس بس مش عارفه. عارفين ايه اللي بيخليني اعطس في ساعتها؟ ان انا ابص لنور قوي، افتح فلاش تليفون، افتح نور العربيه، ابص للشمس. استنى يا عمرو بقى، ابص للشمس. يعني ايه تبص للشمس تعطسي؟ اول ما ابص للشمس العطسه بتطلع في ثواني. ما هو ده الغريب، ما هو ده حاجه غريبه، ده السيت اب بتاع جسمك كده فيه حاجه غلط. انا ونور كمان كده. انتوا الاثنين مجانين، دي مش مشكله. لا ما هو انا بقى ليه بسال؟ تقعد تقول لي يا جماعه ايه على فكره انت اللي غريب، طبيعي انك تبص للنور تعطس، يعني ايه ابص للنور اعطس يعني؟ كل حد ليه طريقته في العطس يا سيدي. يعني انا ما عنديش طريقه، احنا حرين. انا لما بعوز بعطس، لكن استنى بس، احنا يعني ليه عندي طريقه للعطس؟ احنا سؤالنا للناس ايه دلوقتي؟ ان هو ده طبيعي ولا لا؟ لا طبعا مش طبيعي. ما انت ماشي، ما انت ما عندك مش طبيعي. هل في حد بيحصل له كده زينا؟ يعني هل حد لما يجي عنده عطس عايز يعطس مش عارف، روح اتعالجي وتعالى لنا. بتبصوا للشمس او بتبصوا للنور قوي فتعطسوا ولا احنا بس اللي كده؟ يا سيدي اسال الناس. لا انا بقول لك انا الجوازه دي بايظه، انا ارجعك لامك اقول لهم ادوني عروسه بايظه وضحكتوا عليا. بجد ممكن بجد والنبي تردوا عليا وتقولوا لي عشان تنصفوني. ساسو انت فين؟ انا كنت ساسو، هنتكلم على جروب العيله انت كمان، فبليز ما حدش تعالي خدوا بنتكم اكتبوا رايكم لو سمحتوا.